وعشان تملي الحته الفاضيه دي هتبوظ كل المليان. مخليكم متخيلين انك لو انت، انا عملت معاها التمرين ده ليه؟ اولا اكيد اللي عمل ورايا هيحس بكده. اولا حست بالاولاد، حست بالمعاناه اللي هم حاسين بيها. ثانيا حست بجوزها. جوزها جوزها ازاي اصلا هيبص في وشها تاني؟ ولا ازاي هياكل ويشرب؟ ازاي اصلا هيبقى ليه نفس؟ ولاده اللي رباهم مشيوا سابوه، ومنها هي. حسستها ازاي اصلا لما هو يطلب منها برضك اولادها يمشوا؟ ازاي حسستها؟ حست بنفسها وحست بجوزها وحست باولادها. وانا دي رسالتي لكل كوتشز. هي راحت عند ناس كتير وراحت قالوا لها ادعي ربنا واكتبي هدفك وتامل. كل الحاجات ده حلو، وتخيل كل الحاجات دي حلوه، كلها حلوه. بس لازم نبص للمشكله بكل اتجاهاتها، ما نبص